بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. شرح اليوم هيكون بيتكلم عن اضافه المشاركات الشائعه في مدونه بلوجر، بس على شكل جميل ان شاء الله وشكل ممتاز، يعني شكلها حلو يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. انا رفعت لكم الكود على مركز الخليج. كل ما عليك الان هتيجي تاخد الرابط من اسفل الفيديو، تنزل تحت الفيديو تاخد الرابط، تفتح صفحة جديدة في المتصفح وتحط الرابط اللي انت خدته، لصق وانتر على طول. هيدخلك على صفحة زي دي، اسم الكود الكود مقدم من موقع مصر المعلومات. ماشي، كل ما عليك الآن تضغط هنا لتنزيل الملف. نزل الملف عندك اهو. ماشي، بعد ما الكود يتحمل عندك هيجيلك بالمنظر ده كالتالي. برضه اسم الكود مقدم من موقع مصر المعلومات. ماشي، هتفتح الكود وهتكبر كده وهتعمل تحديد الكل وتاخد الكود نسخ. ماشي، ونروح بعد كده على بلوجر، نفتح لوحة التحكم بتاعتنا في بلوجر. ماشي، وانا هجرب الاضافة دي على مدونة تجريبية ليا. هنروح على كلمة تخطيط. ماشي، نتك على السهم اللي هنا دوت، نيجي على كلمة تخطيط وزي ما انتم شايفين تخطيط، نتك عليها فتح لنا الصفحة اهي. هننزل كمان، نيجي هنا نعمل إضافة، نتك على إضافة أداة هنا اهو، إضافة أداة نتك عليها، تفتح لنا النافذة بالشكل دوت كده. ننزل تحت كده. ماشي، ونختار أداة HTML جافا سكريبت اهي، HTML جافا سكريبت نتك عليها زي ما انتم شايفين فتحت لنا اهي. هنكتب العنوان بتاعها مثلا على سبيل المثال اخر. ماشي، اخر المواضيع. ونيجي هنا كده النافذه اللي تحت دي، نعمل كليك يمين ولصق. الكود نزل لنا اهو. تمام، بعد ما نزل لنا الكود نتك على كلمه حفظ، جرى الحفظ فوق اهو. خلاص تمام. عاوز تنقلها في اي مكان تاني، يعني مثلا بعد ما كنت تصلح حاجه يعني تنقلها في مكان تاني، حاجه تريحك. هنعمل اضافه حفظ الترتيبات وعرض المدونة. زي ما انتم شايفين يا جماعه اهي اخر المواضيع. طبعا انا عامل دي المدونة التجريبية بتاعتي، انا شايفها تدوينتين بس اهو زي ما انتم شايفين. هبص بتغير اهي، لكن لو انت ماشي في الصفحة الرئيسية بتاعتك عدد تدوينات كتير، مثلا يعني مثلا 15 5 على الاقل، قد انها تنزل وتطلع كده. يعني على سبيل المثال زي هنا كده مثلا، نيجي هنا كده اهو زي هنا كده بالظبط اهو زي ما انتم شايفين اهي. ماشي، هتبقى بالمنظر دوت كده، قد انها تقلب في التدوينات دي. ماشي اهي، بس دي التدوينة التجريبية بتاعتي، انا ماشي فيها حاجات بسيطة، عشان كده هما 2 بس. خلاص، وكده يكون شرح اليوم بتاعنا النهارده ان شاء الله انتهى، ويا رب تكونوا استفدتوا منه. وفي الاخير لا تنسوا زيارتنا على موقع مصر المعلومات، وعلى صفحة على الفيسبوك ايام التكنولوجيا. ماشي، وعلى تويتر خالد المصري. ماشي، وعلى قناتي على اليوتيوب خالد المصري. ماشي، وعلى قناتي التانية على اليوتيوب لاستعراض الالعاب وتختيمها خالد المصري. وبكده يكون شرح اليوم بتاعنا النهارده ان شاء الله انتهى، ويا رب تكونوا استفدتوا منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.